تابع لقبائل ذرحان الحميرية. فخذ آل محمد مفرداتهم المحمدية. المكتب الثاني يزيد وشيختم اليوم عند ابن عبد الله البطاطي، ويتم تقسيمهم عادة إلى 4 عزل الكثير لكثرة أفخاذهم وتشعبها من أفخاذها. آل أحمد ابن يزيد مفرداتهم الأحمدية، ومنهم البطاطية وآل سنان وآل فليس وآل داود وآل عبد الجبار وآل عبد الله وآل طهيف وآل طاهر وآل ظفر وآل طوق وآل عاطف وآل عطاف وآل الحاج وآل سعيد وآل دحوك وآل معوضة وآل الجبلين الجبلية وآل جابر وآل محمد بن ومن آل سنان بعمان آل المعمر، وهم آل مسعود وآل جديد وآل ماجد وآل مهنا وآل عبد الرحمن، وكذا من آل أحمد الإسر الأصغر من آل حاكم وآل حويس وآل نميش وآل سعد وآل شبع وآل مجمل. طبعا كما ذكرنا القبائل هذه آل سنان والبطاطية وآل سنان وآل فليس. آل سنان في عدة محافظات من ضمنهم في قعطبة وآل ذواد في يافع، يعني ويافع يعتبر المعقل الأم للجميع للقبائل. وآل عبد الجبار قد ذكر في إنه مديرية الخداشي سابقا. وآل طهيف في مطلع في عمران وفي مارب وفي عدة محافظات. آل عطاف وآل عاطف في دهم أرحب في دهم الجوف في دهم الجوف وهم نقيلة من يافع، ودهم الجوف هي حميرية، مع العلم أنه مذكور في كتب أخرى يعني، لكن خرابيط مزور يعني إني من ملحق، ولكن هي من حمير، لأنه كل الفروع الذي موجودة في دهم موجودة في يافع. وآل الحاج في عدة محافظات، في إب وفي ذمار وفي عدة مناطق وفي عدة محافظات وفي الوطن العربي والخليج العربي. وآل معوضة كذلك. وآل الجبلين في إب وفي عدة محافظات. وآل جابر كذلك. وآل سنان في عمان وآل معمر وآل مسعود وهم كذلك في عدة محافظات، من ضمنهم في عمار مديرية النادرة. وآل حديد في السعودية وفي اليمن وفي عدة دول من الوطن العربي. وآل ماجد. أما النسب فيعود إلى قبائل الذرحاني، والذرحاني منها تبع الحميريين. أما عن إنشاء القبائل الذرحاني فتعود إلى 5000 سنة، حيث يوجد نقوش تعود إلى 4000 سنة، منها سادة القصور وملوك وتبابعه، من ضمنهم ذمار علي ذرانح من قبائل الذرحان، الملك ملك سبأ وذو ريدان وحضرموت ويمنات. وتحياتي.